سلام عليكم. اللي في الصورة قدامكم دي اسمها الحاجة عزيزة، عندها 75 سنة، عايشة في منطقة العمرية في اسكندرية. للأسف اتغدر بيها واتقتلت على إيد جارتها وجوز جارتها. طيب ليه اتقتلت وإزاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. الست عزيزة ست مسنة عندها 75 سنة، جوزت كل أولادها البنات والولاد. الست عزيزة عايشة في بيت، عايشة في الدور الأول وابنها متجوز وعايش في الدور التاني. الحاجة عزيزة لما لقت الشقة فضيت عليها بعد ما جوزت ولادها كلهم، قالت عايزة أتسلى في حاجة، فقالت هفتح أوضة من أوض الشقة بتاعتي دكان، وأجيب شوية حلويات وشوية شيبسيات، وهو أطفال الشارع والجيران يروحوا ويجوا عليا. وفعلا فتحت أوضة من الأوض بتاعتها دكان. وكان يومها بيبتدي إزاي؟ كانت بتصحى الصبح تقفل باب شقتها الأصلي بالمفتاح وتفتح الدكان وتجيب الكرسي وتحطه في نص المحل أو في نص الدكان وتقعد، وكان أي حد عايزها كان بيجيلها الدكان. حتى بناتها وأحفادها وأولادها كانوا متعودين يروحوا لها الدكان، عايزين يخشوا شقة أمهم يخشوا من الدكان ويخرجوا من الدكان. يعني كان المدخل الرئيسي لشقة الحاجة عزيزة هو الدكان. الحاجة عزيزة كانت بتفتح الصبح وتقعد على الكرسي، وأي حد من الجيران أو الأطفال عايز يشتري حاجة يخش المحل يشتري اللي هو عايزه ويديها الفلوس وهي قاعدة في مكانها. ست كبيرة في السن عندها 75 سنة. المهم الست عزيزة كانت لابسة غوايش دهب في إيديها، وكان ليها جيران. الجيران دول كان ليهم بنت اسمها داليا. داليا متجوزة من شاب، الشاب ده بيشتغل سواق، لكن داليا وجوزها السواق اتعرضوا لضائقة مالية كبيرة جدا. طيب داليا وجوزها قاعدين فين؟ قاعدين في منطقة العوايد اللي في شرق اسكندرية. لما جوزها اتعرض للضائقة المالية دي عرضت عليه داليا بإيه بقى؟ قالت له إن الست عزيزة لابسة غوايش دهب كتير في إيديها، فلو عرفنا نستولى على الغوايش دي ونبيعها مشكلتنا المالية هتتحل. فجوزها وافقها. شوف بقى لما الزوج والزوجة بيتفقوا على بلوى. المهم هما الاتنين قعدوا يفكروا هنسرق منها الغوايش ازاي. قابلتهم مشكلة كبيرة ان الحاجة عزيزة عارفاهم هما الاتنين، فلو سرقوا منها الغوايش وشافتهم هتبقى مشكلة هتبلغ عنهم. فقرروا هما الاتنين يسرقوا الحاجة عزيزة ويقتلوها في نفس الوقت. طيب ايه خطتهم بقى؟ خطتهم ان هم عايزين يستفردوا بيها، ومش هيعرفوا يستفردوا بيها غير بالليل جوه شقتها لانها طول النهار قاعدة في الدكان. طيب لازم جوز داليا يخش الشقة ويستناها جوه. طب هيخش ازاي والحاجة عزيزة قاعدة في الدكان ما بتتحركش؟ واي حد بيعوز يخش الشقة بيخش من الدكان. فداليا جات لها فكرة، فقالت ايه بقى؟ انها تفتعل حريقة كده جنب الدكان. جابت شوية قش وشوية ورق وولعت فيهم، وقعدت تقول للحاجة عزيزة الحقي ده حريقة لازم نطفيها. فقامت الحاجة عزيزة وهي مخضوضة ودخلت على شقتها جوه، ودخلت وراها داليا على أساس إن الحاجة عزيزة هتجيب حلة فيها مية علشان يطفوا الحريقة. ولما دخلت الحاجة عزيزة وراها داليا، جوزها طبعا كان ورا داليا وراح داخل جوه الشقة ومستخبي في أوضة من الأوض بتاعة الحاجة عزيزة. وبعدين خرجت الحاجة عزيزة من المطبخ ومعاها داليا ومعاهم حلة المية وطفوا الحريقة. الكلام ده إمتى؟ الساعة 11 الصبح يوم تنفيذ الجريمة. يعني جوز داليا دخل شقة الحاجة عزيزة الساعة 11 الصبح وقاعد مستني الحاجة عزيزة لما تخلص المحل بتاعها. بتخلص امتى؟ بتخلص على الساعة 11 12 بالليل، تقفل الدكان وتخش شقتها. تخيل قاعد فوق ال 12 ساعة مستني الحاجة عزيزة تدخل شقتها.
وفعلا الحاجة عزيزة كعادتها على الساعة 11 بالليل ولا 12 قفلت الدكان ودخلت من الدكان على شقتها، متعودة تقلع الخمار وتخش على الحمام، تاخد حمام تستحمى وتغير هدومها وتنام وهي نظيفة. وهي خارجة من الحمام ودخلت على أوضة النوم، أوضة النوم فيها سريرين، وهي داخلة بقى علشان تفرد جسمها وتريح جسمها على السرير كان وراها جوز داليا بإشارب وراح خانق الست عزيزة. بعد ما خنقها عايز يقلعها بقى غوايش الذهب عشان ياخدها، حاول يقلعها غوايش الذهب بس معرفش، فكان معاه قصافة حديدية من اللي بيستخدموها في الأدوات الكهربائية، الكهربائي بيستعملها، أو بنسة حديد. المهم إن هو جابها وقعد يقطم بيها الغوايش، وراح واخد الغوايش وحطها في إشارب. طيب دلوقتي عايز يخرج بقى من الشقة، ما ينفعش يخرج من الدكان، هيخرج من باب الشقة الأصلي، بس قبل ما يفتح الباب عشان محدش يشوفه من الجيران في الشارع لبس جلابية من هدوم الست عزيزة وجاب خمار من الخمارات بتاعتها وراح لبس الخمار على راسه وغطى وشه بالخمار وطلع جري، وفي ايديه الإشارب أو المنديل اللي حاطط فيه الغوايش. طبعا داليا مراته قاعدة قدام البيت بتاع أهلها مستنية جوزها يخرج، فشافت جوزها خارج وراح رملها المنديل اللي فيه الغوايش. الجيران كانوا قعدوا يقولوا انت مين؟ انت مين؟ ولا انت مين اللي خارج من بيت الست عزيزة؟ وكمان لقوه لابس في رجليه جزمة رجالي. جري خاف وجري، وداليا قالت لهم ده جوزي ده جوزي. فراح الناس نادوا على ابن الست عزيزة وقالوا له الحق في حد خارج من عندكم، شوف لا يكون حرامي سرق حاجة. فابن الست عزيزة قال لأ، ما أنا قاعد في الشقة أهو، ما فيش حاجة مسروقة ولا حد دخل ولا خرج. نزل جري ابن الست عزيزة على بيت والدته علشان يطمن عليها، دخل لقى باب الشقة مردود، فلما دخل وبينادي على والدته ودخل عليها أوضة النوم لقاها مرمية بين السريرين ووشها أزرق من الخنق، وشها أزرق، وراح شايلها وحطتها على السرير وبلغ الشرطة. ولما الشرطة جت قدروا يقبضوا على داليا وجوزها. الشاهد من الموضوع يا جماعة إن ما عادش فيه أمان. بنات الحاجة عزيزة لما عرفوا إن داليا وجوزها اللي قتلوا أمهم علشان كانوا طمعانين في الذهب، بناتها راحوا دخلوا على أهل داليا وقالوا لهم إزاي داليا تعمل كده، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض. الشاهد ما تأمنش الجار، ما تأمنش الصديق، ما بقولكش ما تتعاملش، اتعامل بس فتح عينيك كويس، اتعامل بحذر، ما تديش الثقة الكاملة لأي حد، ما تسيبش بابك مفتوح لأي حد، ما تسيبش أسرارك مع أي حد. الذهب يا جماعة عدو صاحبه. بنتنا الصغيرة ما نلبسهاش ذهب، ولا أي حلق ذهب تلبسه في ودنها، أي حلق بلاتين، مش هقولك الذهب الصيني ما هو بيبان إنه ذهب، حلق بلاتين أو حلق فضة نلبسه لعيالنا لبناتنا الصغيرين. يا ما سمعنا ولسه هنسمع عن أطفال اتخطفوا من جيرانهم بنات صغيرين اتخطفوا علشان الحلق الذهب الصغير اللي الطفلة لابساه، اللي مش هيجيب 2000-3000 جنيه، 2000-3000 جنيه في نظير حياة طفلة. الحاجة عزيزة دفعت حياتها تمن الغوايش الذهب اللي هي لابساها. فكل واحد ياخد حذره كويس جدا ويفكر 1000 مرة وما يديش الأمان لحد. اتعامل بس ما تديش الأمان بنسبة 100% لأي حد. باب شقتك مقفول عليك، محدش يعرف أسرار بيتك ولا إيه اللي جوه شقتك. وهكرر تاني، الذهب عدو صاحبه، الذهب عدو صاحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.